الذي حاول أن يستحوذ على السلطة بقتل الأبرياء وعامة الناس، واجتمعت عوامل عديدة وحجج واهية لدى النظام السياسي تحجج بها لإبادتهم وتهجيرهم. منها أولاً انتماء الأفراد الفيليين إلى الأحزاب الإسلامية. 2 اندماجهم بحركة المرجعية وتحديداً حركة سيد محمد باقر الصدر. 3 القانون الجار الذي منحهم اسم التبعية الإيرانية. 4 بروز الكثير من القادة في حركة ملا مصطفى البرزاني والحزب الشيوعي. ولأجل الوقوف ومعرفة تفاصيل تهجير الكرد الفيليين سنذكر مراحل التهجير والتسفير على مدى الحقبة السياسية قبل عام 2003. المرحلة الأولى تبوأ المرحلة الأولى بإصدار قانون الجنسية سنة 1924، والذي أصبح حجة وذريعة لإقصاء الكثير من أبناء الشعب العراقي. وفي تلك الرحلة أقصوا من الوظائف العامة والمشاركة السياسية لكونهم لا يحملون الجنسية العراقية. تاريخ الأديان والمعتقدات الميثولوجية لدى الشعوب والقبائل والأجناس التي ابتدعت عبادتها، إن الديانة اليزيدية تعود لفترة عبادة الإنسان للطبيعة، أي إنها من الديانات التي تقدس مظاهر الطبيعة كالشمس والقمر، والتي تعتبر الشمس الروج إحدى تجليات الله الآله الكبير خدا الذي يدير الكون. وهذا ظاهر في طريقة الاحتفال بالأعياد، غالبيتها مرتبطة بالطبيعة. طبعا لدينا بعض الأعياد مرتبطة بالطبيعة. عيد رأس السنة السريصال أول أربعاء بشهر نيسان يصادف، كان يحتفل به سابقا الآشورين، كان يعرف عند الآشورين بأكيتو. عيد خضرياس أيضا بالشباط أول شباط. عندنا عيد مربعينية الصيف، عيد مربعينية الشتاء مرتبطة بالطبيعة أيضا. هذه إحدى النظريات الأساسية في سيرورة الكون. اليزيدية ديانة قديمة لم تخرج من رحم دين آخر، وتمتلك جميع مقومات الديانة التي يميزها عن الديانات الأخرى، سواء من ناحية نظرته الفلسفية للخلق والتكوين ومفهوم الآلوهية والملائكة ومفهوم الحياة والموت، وكذلك الخير والشر والعبادات والطقوس. وهي منظومة كاملة من عادات وتقاليد وطقوس وأساطير وأدب شفاهي. تعتبر الديانة اليزيدية هرمية الشكل في المناصب الدينية والطبقات، ولكل طبقة أو منصب وظيفته الدينية وله خصوصية يمتاز بها. كالأمير مثلا، الأمير هو الرئيس الديني والدنيوي لليزيدية، وهو في قمة الهرم. هويتهم المجتمعية، كما أخذت المرأة الفيلية زمام المبادرة في الدفاع عن هوية وقيم مجتمعها، ولعبت دورا أساسيا في الحفاظ على الروابط وحب الأرض والوطن. لقد تعرض الكرد الفيليون الذين كانوا جزءا لا يتجزأ من النسيج الذي يستمد العراق وجوده منه والذي ساهم في بناء الحضارة العراقية، تعرضوا لاضطهاد يرقى إلى مرتبة الإبادة الجماعية في عهد النظام البائد. بدأت بإصدار قرار حرم الكرد الفيليين من الجنسية العراقية واعتبرهم إيرانيين، لتبدأ على إثره عمليات الإعدام الممنهجة في كل من بغداد وخانقين عام 1979، والتي امتدت إلى مناطق عراقية وكردية أخرى واستمرت حتى نهاية الثمانينيات. خلال تلك الفترة تم ترحيل أكثر من 350 ألف كردي فيلي إلى إيران، واختفى ما لا يقل عن 20 ألفا من الرجال والشباب، ما زال معظمهم في عداد المفقودين. عمليات الإبادة والتهجير تلك برغم وحشيتها إلا أنها قوبلت بصمت إعلامي عالمي ومحلي مخيف في ذلك الوقت استمر حتى يومنا هذا. ضمن هذا السياق عانت النساء الكرديات الفيليات من قدر كبير من الظلم والمعاناة، حيث اضطررن لعبور الحدود إلى إيران بمفردهن مع الأطفال وكبار السن في رحلة محفوفة بالمخاطر والأحداث المؤلمة. تركن عطش وجياع مع أطفالهن في البرد، أجبرن على السير بين حقول الألغام، حيث فقد البعض منهن حياته بسببها. أجبرهن النظام على ترك موطنهن وممتلكاتهن والانفصال عن ذكرياتهن وتراثهن،
تم نقلهن إلى بلد لا تعرفن عنه شيئا بعيدا عن أزواجهن وأحيانا أطفالهن. لقد سرق الطغاة أحلام المرأة الكردية الفيلية وحولوها إلى كوابيس أصبحت إلى مأوى بين عشية وضحاها، سلبت منها ممتلكاتها وهويتها وتركت لتغامر في مستقبل مظلم مجهول في بلد غريب لا تتكلم لغته، محرومة من كل شيء.